الإيراني حسين رزادي كان ينوي تقديم الأداء نفسه في أثينا بعد 4 سنوات. وضع المعيار أولا وبنجاح قام بالرفعة تلو الأخرى. الضغط كان على منافسيه، وهو ضغط وقعوا تحته الواحدة تلو الآخر، وقعوا وهدفهم الحصول على الميدالية الذهبية. لاعب لاتفيا فيكتور سكيربت كان أقرب إلى منافسة البطل الإيراني، وقد هزم في مجاراة قوة رزادي تحت الضغط. 250 كيلوغراما وقفت بين الإيراني وبين ميداليته الذهبية الثانية على التوالي ومركز في سجلات التاريخ. مع ضمان ميداليته الذهبية سجل البطل الأولمبي رقما قياسيا بسهولة 263 كيلوغراما، لم يسبق أن فعلها أحد آخر. النجاح الميدالية الذهبية، رقم قياسي جديد، أكثر من بطل مدى الحياة.